السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم خيرت لكم نوع من لا باتيسري تاع لي ترونش، نوع بزاف بنين بذوق الفانيلا والبيستاش والفرامبواز. بدون اطاله نروح المقادير تاع البسكوي. عندنا 4 حبات بيض كاملين، راح نطلعهم مع 85 غرام تاع السكر عادي. هنا لازم كي نطلعوا البيض تاعنا مع السكر يكون القوام تاعو كيما لاموس، لازم يتضاعف الحجم تاعو بهذا الشكل. هنا نضيف نصف فنجان تاع الحليب ولا 3 مغارف نتاع ماكله كبار تاع حليب يكون بارد، نضيفهم بالعقل ومن بعد نضيف مغرفه نتاع لافاني. هنا استعملت لافاني ليكيد، وليت حاب دير لافاني بودره تاني تجي الذوق تاعها هايل. هاوليك الخليط اللي نتحصل عليه. هنا راح نضيف 65 غرام تاع فارينة مع مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. شوفوا هنا ماذا بيا تتبعوا الفيديو هذا من الاول للاخر باش تفهموا كامل المراحل بالتفصيل وتطبقوا الوصفة تاعكم بالتدقيق وان شاء الله تنجحوا فيها. نجيب هذيك الفارينة مع الخميرة الكيميائية مع 15 غرام تاع مايزينا، نغربلهم بالعقل فوق هذاك الخليط تاع البيض والسكر وندخلهم بشوية بلا ماغيز ولا سباتول كيما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل من تحت للفوق باش ما تحبطوش هذاك الميلانج تاع البيض والسكر. هنا عندي 45 غرام تاع بودره اللوز، البودره تاع اللوز اللي نخدموا بها لي ماكارون. وزنت 45 غرام مع 30 غرام تاع اللوز يكون مرحي شويه رقيق. انا خليت فيه حبات هكذا باش الشكل تاعو يجي شباب في البسكوي. وضفت هنا قطران تاع ملون فيغ بيستاش. نحط الميلونج هدايا في سنيوه فيها 30 على 40 سنتيمتر، نكون حطيت فيها بابي كويسون ونمشيها كامل باش البسكوي تاعنا يجي مستوي. بعدها راح ندخله في الفور يكون مسخن على 180 درجه لمده 8 حتى 10 دقائق حتى وين البسكوي تاعكم ينشف، يدي تحميره خفيفه برك ونحيه ونخليه يبرد. هنا عندي بالنسبه للكولي تاعنا تاع الفرامبواز عندي 280 غرام تاع بيوري تاع الفرامبواز. هنا عندي 6 غرامات تاع جيلاتين اوراق راح نحطهم في الماء بارد نخليهم يطراو. وكنت ضفت هنا مع البيوري تاع الفرامبواز هذه 50 غرام تاع الماء بارد. اللقطه هذيك راحت لي من الفيديو ما تصورتش، دونك نتوما ديروا 50 غرام مع 280 غرام تاع بيوري تاع الفرامبواز ونضيف لها 50 غرام نتاع سكر عادي. نحركهم مع بعض ونحطهم فوق النار يسخنوا. ضفت هنا قطرات تاع ملون احمر باش تمد لي لون شباب. هاوليك ملون اللي استعملته. هنا ضفت هذوك الاوراق تاع الجيلاتين بعد ما كانوا طراو، نعصرهم مليح ونحطهم البيوري تاع الفرامبواز وهي سخونه مع مغرفه صغيره نتاع قهوه عصير ليمون. نحركهم مع بعض حتى وين تذوب لكم مليح هذيك الجيلاتين، ونحط هذا الخليط على جهه باش يبرد. ما تخلوش يبرد بزاف باش ما يجمد لكمش لانه فيه جيلاتين، يعني كي نستعملوه يكون شويه بارد ماشي سخون بزاف. هنا عندي 180 غرام تاع كريمه سائله، انا كانت عندي هنا جامده دونك نحطها فوق النار تا وين تسخن. عندي هنا 3 صفار بيض في ريسيبيون راح نضربهم مع 30 غرام تاع سكر عادي. راح نستعمل الباتور ونطلعهم حتى وين تشوفوا هذاك الصفار تاعكم بدا يبيض. هذاك الوقت عندي تاني هنا 6 غرامات واحد اخرين تاع جيلاتين اوراق راح نحطهم في ماء بارد نخليهم يطراو. هذه بالنسبه لاموس فاني تاعنا اللي راح نحضروها. عندي هنا مغرفه صغيره تاع لافاني ليكيد. انا هنا لافاني نستعمل ليكيد هذا النوع اللي راهو عندي يعطيني بنه وريحه بزاف هايله في الكاطو تاعي. دونك تحب دير بودره معليش. بعد ما سخنت هذيك الكريمه نجيب ونفرغها فوق هذاك الصفار والسكر بعد ما كنت ضربتهم، ونعاود نرجع الخليط كلش في الكسرونه ونحطه فوق النار ونبقى نخلط فيه حتى وين الكريمه تاعي تبدا تعقد. هذه سيتون كريم انجلاز. ملاحظه برك مهمه، ما لازمش تغلي. اللي عندها ترمومتر تخليها تلحق حتى ل 85 درجه. اللي ما عندهاش ترمومتر تبقى تحرك في الكريمه تاعها حتى وين تشوف كي دير سباتول دير هكذا خط، يعني هذاك الخط ما يعاودش يولي. تما نحيها فوق النار ونكمل المراحل تاع التحضير تاعنا. بعد ما الكريمه تاعي نحيتها فوق النار ناصر هذوك الاوراق تاع الجيلاتين ونحطهم في الكسرونه ونخليهم يذوبوا مليح. نجيب هنا 180 غرام تاع شوكولا بلون. انا شوكولا بلون هنايا كنت قطعتها شويه خشين، دونك نتوما من الاحسن قطعوها رقيق ولا سكرفجوها باش تذوب لكم بالخف. نبقى نحرك هنايا حتى وين يذوب لكم مليح. هنا سينون تحبوا باش تاكدوا بلي الشوكولا تاعكم ذابت مليح تقدروا بالبغا ميكسور تميكسيو كلش. بعد ما الخليط تاعي ذابت فيه كامل الشوكولا نخليه يبرد تاني يلحق 30 درجه هكذا باش كي تحطوا عليه لا كريم فويتي ما تعاوش تحبط لكم. نجيب هنا 400 غرام تاع كريمه سائله راح نطلعها في الباتور. لازم الكريمه تاعنا تكون بارده مليح باش تطلع لكم على شكل شونتي، وكي تطلعوها ما لازمش تطلع لكم بزاف يعني ما تكونش يابسه. راح نخلوها بهذا القوام. دوك نوريكم كيفاش تكون باش لاموس تاعكم ما تجيكمش يابسه. هاوليك القوام تحصل عليه، شوفوا كيفاش
يعني تجي شويه حكمه روحها ماشي بزاف. نجيب هذاك لو ميلونج تاعنا بعد ما كان برد يعني لحق 30 درجه. نجيب الكريمه اللي كنت طلعتها ونحط بشويه بشويه ونبقى نخلط حتى نكمل الكميه تاع الكريمه اللي عندي كامل. ناوليك بعد ما كملت الكريمه هذه نعاود نرجع كلش في الغيسيبيون اللي طلعت فيه لا كريم ونخلط كلش مع بعض. المراحل راهم بالتدقيق وعلى بالي باللي الفيديو راهو واضح. هنا بعد ما البسكوي هذاك تاعي طاب وبرد نجيبو نقلبوه هكذا على بابي واحد اخر ونحي هذاك البابي اللي كان طاب عليه. شوفوا الشكل تاعو كيفاش يكون بزاف هايل. قلنا ما نخلوش يتحمر بزاف باش ما يبس لكمش البسكوي. هنا نجيب لو كادر اللي راح ندير فيه المونتاج تاع لي ترونش تاوعي. هنا الكادر هدايا فيه 18 سنتيمتر دونك ما تستعملوا اي كادر يكون عندكم باش ديروا فيه المونتاج. نقطع هنايا دو فوي ولا زوج طبقات نتاع البسكوي اللي راح نستعملهم والباقيه راح نستعملوا في مول واحد اخر. نوريكم الشكل تاع البسكوي تاعنا كيفاش يكون. يجي بزاف طري يعني اللي ما يحبوش لا باتيسري تاعهم تكون مشمخه بزاف يقدروا ما يشربوش. سينو انا خدمت سيرو بكاس تاع الماء نص كاس تاع السكر خليتهم يغليو مده 10 دقائق طفيت عليه وخليته يبرد. هنا في لو كادر هذاك درت بابي فيلم غلفته مليح باش لاموس تاعي ما تخرجش مع الظرف. نحط الطبقه الاولى تاع البسكوي نشربها بلو سيرو هذاك. نحط كميه تاع لو كولي هذاك اللي حضرناه من قبل. قلت لكم ما لازمش يكون سخون نمشيها كامل. تقدروا تقسموا هذا الكولي على نصفين باش يجيكم نفس الطبقه. نمشي كامل مع الطرف ونحطوه في الكونجيلاتور يبرد لكم حوالي 10 دقائق باش كي نحطوا عليه العموس هذيك ما تعاوش تخلط معاه باش يجوا كامل الطبقات تاعكم مرتبين. هاي ليك نمشيه مليح كامل ونخليه يبرد. بعد ما جلست عليه حوالي 10 دقائق في الكونجيلاتور جبته وجبت الكميه تاع العموس ثاني قسمتها على زوج. هاي ليك نحط طبقه ثاني تاع العموس ونعاود نرجعها في الكونجيلاتور حوالي ثاني 10 دقائق. يعني بين كل مرحله ومرحله نخلوه في الكونجيلاتور 10 دقائق باش الطبقه تاعنا يجوا مرتبين. انا هنا ما خليتوش يبرد بزاف يعني تمتم حطيت هذيك الورقه تاع البسكوي موراها. انا نمشي مليح يعني يكفي برك هكا تهزوا المول تاعكم باش كامل هذاك الهواء اللي يكون داخل يخرج. نجيب الطبقه الثانيه نتاع البسكوي ونحطها هكذا بهذا الشكل ونشربها تاني بلو سيرو كامل. هنا ما تضغطوش بزاف باسكو العموس تاعي راهي مازال ما حكمتش روحها يعني تقدر تطلع لكم على الجناب. نشرب كامل بالسيرو ونحط تاني كميه نتاع الكولي هذاك تاع الفرامبواز. المراحل راهم بزاف واضحين على بالي والشرح تاعي ان شاء الله يكون كافي. نمشي الطبقه هذه كامل قلت لكم نعاود نرجعها في الكونجيلاتور حتى وين تحكم روحها ومن بعد نكملوا البقيه نتاع العموس فاني تاعنا. بعد ما نكملوا الطبقه الاخرى كامل نحطوه في الكونجيلاتور. من الاحسن يبات ليله كامله يعني لا كنتوا عندكم الوقت ولا كنتوا حنتوجدوه الافونس تقدروا تخلوه يومين 3 ايام في الكونجيلاتور. الوقت ما تجوا تقدموهم رايحين تجبدوهم وتكملوا المراحل. هنا هوليك هكذا قلت لكم نحركوه شويه برك باش هذوك البلدة يخرجوا ونحطوه في الكونجيلاتور يجمد. اللي تكون مزروبه ولا تقدر تخليه على الاقل 6 ساعات في الكونجيلاتور باش يجمد لكم مليح. الكريمه اللي قعدت لي جبت هذا المول تاع سيليكون كيما راكم تشوفوا فيه تاع لي فينجر فيه هذا الفراغ في الوسط. حطيت كميه تاع لاموس فاني ومن بعد جبت هذاك المول قطعت البسكوي على حسب المول تاع سيليكون اللي عندي ولصقته من الفوق. ومن بعد كي يجمد راح نديموليوه ونعمروا هذاك لو فيد بالكولي تاع الفرامبواز. هاوليك بهذه الطريقه. هذه الكميه قلت لكم اللي قعدت لي تاع لاموس خدمت بها هذا لو موديل. دوك ندخلوا للكونجيلاتور قلت لكم يجمد. بعد ما يجمد راح نجبدوه ونعمروا هذاك الفراغ تاع يعني في الوسط نديروا الكولي تاع الفرامبواز ونغلاصيوه من الفوق بغلاصاج ميغوار. هنا بالنسبه للتزيين عندي 150 غرام تاع كريمه سائله مع 60 غرام تاع بودره شانتيي. راح نطلعوهم مع بعض حتى وين تحصل على كريمه تكون حكمه روحها مليح. هذا باش نديكوريو به من الفوق لي ترونش تاعنا. هنا تحبوا ديروا مغرفه صغيره نتاع لافاني لازم الكريمه تاعكم تطلع تكون حكمه روحها مليح تكون بهذا الشكل هكذا. كديروا الباتور ولا لي فوي تاعكم تبقى حكمه روحها. نجيب لادوي اللي حبيتوا تزينوا بها من الفوق. انا اخترت هذا الشكل درتها في ان بوش ونحط الكريمه تاعي. بعد ما الكاطو تاعي جمد مليح جازت عليه ليله كامله نجيب هذيك لاكريم اللي كنت حضرتها نديكوريها هكذا بشكل عشوائي ندير زيكزاك من الفوق. نخساره شوفوا كي كنت نصور ما ركزتش مليح واش كانت تصور الكاميرا
دونك قلت لو كان غير درتها من الفوق باش تبين الشكل اللي كنت ندير فيه. سينو راه واضح. دوك نوريكم كيفاش يخرج. ولا اللي تحب دير دي غوزاس تاعني تحكم لا دوي تكون تاع كالني هكذا تكون مسنه ودير دي غوزاس كامل من الفوق راح يجيكم تاني الشكل تاعهم شباب. لا دوي هذه تاع سانت اونوري الشكل تاعها ولا الحجم تاعها اللي يكون شويه رقيق مع الطرف ما تكونش خشينه بزاف باش يجيكم هكذا الشكل شباب. شوفوا هاوليك اللي تحصلت عليه. نجيب هذوك لي فينغر اللي كانوا باتوا في الكونجيلاتور تاعي. هنا سخنت لو غلاصاج ميغوار. انا كنت شريت هاد لا مارك تاع لا سافور. سخنتها على 30 درجه ومن بعد نروح نديمولي هاد لي فينغر تاوعي ونغلاسيهم الفوق بالغلاصاج ميغوار. قبل ما نغلاسيهم راح نعمرهم هذاك لو فيد في الوسط كامل بلو كولي تاع الفرامبواز. هاد المرحله نورمالمون ديروها كي تديموليهم تمتم هاد لي فينغر تعمرهم بلو كولي تاع الفرامبواز ومن بعد نرجعوهم للكونجيلاتور باش نديروهم الفوق للغلاصاج. انا استعملت الغلاصاج ديريكتومون وصراحه يعني النتيجه كانت مليحه ما خسروليش من الفوق. دونك نتوما الا خفتوا هذاك الغلاصاج والا خفتوا هذاك الكولي يطلع لكم تقدروا تخلوهم يجمدوا بهذاك لو كولي قبل باش نغلاسيوهم. هنا غلاسيتهم كامل ومن بعد نخلوهم يستقطروا مليح بالكيردون. نرفدوا الحبه تاعنا ونمسحوها مليح من تحت ونقدموها في لي سومال. درت لكم هذا الشكل يعني كان كاضافه لانه قعدت الكريمه. هنا استعملت لو كيردون قلت لكم. هنا استعملت ان كيردون ونجيب الحبه تاوعي ونمسحهم كامل من تحت ونحطهم في هاد لي سومال. هنا التزيين تاع هادوما لي فينغر كنت استعملت هاد لا دوي كالني يعني مسنه. درت دي غوزاس هكا من الفوق وتزينتهم بهاد الحلوه تاع الحلقومه. صراحه ما كانش عندي الفرامبواز باش نزينهم هذا واش كان عندي في الدار. دونك التزيين بقى لكم اختياري في حال ما اذا درتوا موديل كيما هذا. سينو تخلوهم هكاك سامبل تاني يجوا شابين. هنا كنت حضرت هاد ولا هاد النجوم تاع لا باتا سكر باش نزين بهم الفوق. راح نحط فوق كل حبه واحده. هاوليك الشكل تاعهم كيفاش يجيكم بزاف شباب. نروحوا دوك هذيك لي ترونش بعد ما ولا الكادر هذاك بعد ما تجمد في الكونجيلاتور نحكموا موس يكون ماضي مليح نقطعوه الطرف. انا نحب نقطعهم باش الشكل تاع لي ترونش من الداخل يجي باين. شوفوا كيفاش طبقات بزاف مرتبين يجيكم الشكل بزاف شباب. هنا كي تقطعوهم شوفوا يعني وضحت لكم مليح الشكل تاعهم. هنا كي تقطعوا لي ترونش ما ديروش بزاف كبار باش يجيكم الشكل تاعهم شباب. شوفوا كي يكون هنا الكاطو تاعكم كونجلي كيفاش يتقطعوا لي ترونش تاعكم. دونك الشكل تاعهم يبقى هو يبقى محافظ على الطبقات. هاوليك شوفوا نزيد نكمل نقطع باقي الكاطو تاعي كامل وزينتهم قلت لكم بهذيك الحلوه تاع التوت. يعني هذا واش كان عندي في الدار. دوماج ما كانش عندي الفرامبواز يعني هذا واش لقيت الشكل اللي يشبه الفرامبواز. ومن بعد ضفت لهم هذيك النجمه تاع الباتا سكر وكان الشكل تاعهم كيما راكم تشوفوا بزاف شباب. وان شاء الله يعجبوكم. قال لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وان شاء الله كي تجربوا الوصفه شاركوني رايكم في التعليقات. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. تلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.